والسلام عليكم يا احلى اخوات في الدنيا. زي ما وعدتكم كل يوم فيديو جديد مع موضوع جديد. موضوع النهارده هو الكواليتي بتاع التصوير، انك تصور بكواليتي عالي ومساحه قليله. فاهمني؟ اول حاجه هنتكلم فيها الاضاءه. بصوا كده دلوقتي الفيديو من غير اضاءه، يعني اول حاجه لازم تفهمها ان الاضاءه ليها عامل كبير قوي في جوده الصوره. يعني انت لو بتصور 720 واضاءه كويسه هتطلع كواليتي حلو، لو بتصور 4K واضاءه كويسه هتطلع كواليتي مفيش منه اتنين. تمام. عايزين نتكلم على 720 وال 1080 وال 4K. الفرق ما بينهم هما التلاتة هي حاجة واحدة، الزوم. من بعيد هتشوف التلاتة هما لما تيجي تزوم على حاجة بتفرق. ال 720 بتبكسل، ال 1080 بتلاقي فيها تفاصيل واضحة شوية، ال 4K هتقرب التفاصيل هتلاقيها موجودة مفيهاش ورجعنا لكم الإضاءة تاني. تمام. أكيد ملامحي ظاهرة حلوة أوي، مظبوط صح؟ تمام أهو. تمام. تاني حاجة هنتكلم فيها لوكيشن التصوير اللي تصور فيه. هو أنا بص ده كده غلط، إن الحيطة ورايا كده غلط. أهم حاجة لازم أنا أكون قدام شوية علشان التفاصيل اللي ورا يبقى في شوية. عارفين التصوير السينمائي؟ نفس اللي انا بصور بيه دوت. يعني انا لو بعيد عن الحيطه شويه هيبقى التصوير احلى، بس انا علشان البيت ضيق زي ما انتم شايفين فمش هينفع اطلع كرسي قدام شويه بس. ولو بتصور في الشمس ما تخليش الشمس في ظهرك، عشان دوت اغلب الاخطاء اللي الناس كلها بتعملها. لازم ان الشمس تبقى قدامك تكون بتصور كده. فاهمين؟ الشمس وراك مش هتطلع كواليتي، انت مش هتكون موجود اصلا. بس برضو ما تستسكاش كده صح، وتصور في وش الشمس على طول عشان وشك هيبقى ملسوع. يعني خليك في الظل. اهم حاجه وانت بتصور ايدك لازم تكون ثابته، ما يبقاش فيه هزه، ايدك ترتعش كده. فاهمين؟ ده كده غلط. في جهاز بيتجاب، الجهاز دوت اهو. الجهاز دوت بيمنع الاهتزاز. الناس بتستخدمه في تصوير الافراح، في تصوير الصور، في كل حاجه اللي بتستخدمها. فلو انت معاك المقدرة ان انت تشتري الجهاز دوت اشتريه. وعايز اكلمكم على نوع التليفون اللي تصور بيه. بصوا يا اخواتي، مبدئيا كده كلكم بتقولوا عايز تصور فيديوهات يعني لازم ايفون. لا، مش ايفون. طالما في اضاءة كويسة ايدك ما بتتهزش الكواليتي هيطلع لك كويس قوي 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 من اي تليفون غير الايفون. هو الايفون مميز في حاجة، ان هو بيبين الالوان ان هي طبيعية مفيهاش اي اختلاف. يعني كأني انا شايفك انت شايفني، هو ده الايفون. امال التليفونات التانية تبقى برضو كويسة بس فلاتر بقى والشغل ده. فاهمين؟ بس تقولوا لي صح، عاملين في الساعة ديت انا متلج يا جدعان، الدنيا بتشتي برضه اقسم بالله. عاملين ايه؟ والاهم من كل اللي انا قلته دوت ان انت لازم تتعلم من اخطائك. يعني انت تشوف انت غلطت في ايه وتصححه المرة الجاية. يعني ما تصورش الشمس تكون وراك وتيجي بعديها تصور برضو الشمس تكون وراك. يعني انت دلوقتي شفت الفيديو لقيت ان فعلا الشمس وراك، المرة اللي بعديها خلي الشمس قدامك. اتعلم من اخطائك. بس نصيحة مني خدها، لما تيجي تصور فيديو صوره ب 720 30 فريم. ليه تصوره ب 720 30 فريم؟ علشان ال 30 فريم انت لو بتصور قصاد اللمبات هتعمل كده حاجات كده في الكاميرا. فاهمين؟ فهتعميك. ف 30 فريم هتظبط معاك اللقطة. اما لو صورت ب 60 فريم هتتعمي. اسمعني، جربت. ولو انت صانع محتوى وبتفكر تعمل فيديوهات وتنزل على السوشيال ميديا تكسر الدنيا، مش لازم تجيب ايفون عالي، مش لازم تجيب 13 برو ماكس، 14 برو ماكس، 15 برو ماكس لسه ما نزلش. لا، هاتلك يا عم لو 6. لو انت مقدرتك تجيب ايفون 6 هاته، هيصور لك برضو كواليتي كويس وهيظبط معاك الدنيا. لو انت بتصور محتوى على اليوتيوب لازم تصور 4K 60 فريم. ليه؟ علشان اليوتيوب بيدعم الكواليتي العالي. اما التيك توك انستجرام اي منصة تانية 1080 30 فريم ده اخرها
تصور كده، ما تقللش ولا تزود، علشان لو زودت هتبكسل، لو قللت هتبكسل برضه. فانت خليك 1080 60 فريم. وفي نهاية الفيديو السعيد دوت اتمنى ان كل اخواتي تفعلوا الجرس عشان اول ما انزل فيديو كلكم تشوفوه وكلكم تتفاعلوا عليه. يا احلى اخوات في الدنيا. وان شاء الله هتشوفوا فلوجات الفترة الجاية. انا بعمل الفيديوهات ديت كده بس عشان ايه تنزل على اليوتيوب وتظبط معايا الدنيا بس. احلى مسا عليكم.